غالبا اخر اسبوع شفت هذا الكائن البشري قدامك. احس اليوم اني وياه من التقيت. اوكي ردنا نحزر ويا منو التقى. صراحه انا ما مهتم، ومن شكلك انا ما مهتم انه انت ويا منو ملتقي، بس راح نقول لك ويا منو التقيت. اوكي حتى نعطيك هيك، نعطيك مساحه تعبر عن مشاعرك حتى ما يصير بيك اكتئاب. اني وياه من التقيت ويا الامام الحسين. يلا الامام الحسين ابتسم، خلينا ناخذ صوره يلا. والله العظيم اول ما شفت شكله دريت انه هو حيسوي هيك تصرف. والله العظيم واضحه الشغله قدام، من شفته دريت انه هو وراه هيك مصيبه كبيره. قاعد يستهزئ قاعد يستهزئ عيني. الحركه مقصوده. الفيديو هذا جاب 300,000 مشاهده. 300. انا هذا رقم اتمنى اشوفه بلا اقدر اشوفه. اوكي بغض النظر عن هالمواضيع كلها، هذا الشاب عنده 3000 متابع وهو من فصيله نيمجكور ولامار. هسه تقول يا بس شنو من فصيله نيمجكور؟ يعني هم مو كلهم كائنات بشريه. اوكي هم كائنات بشريه بس بيهم فصائل. هذا كائن بشري من فصيله نيمجكور ولامار. دا يمضغط وحيمضغط، حيبقى يمضغط ترى ما حيتوبه بس، لا حيبقى مستمر على نهج المضغط الى ان يعتقلوه مثلا ويسوي له هاي مال توب وبعدين توب بعدين ينطش. يعني حيسوي هيك حركه انا اعتقد شخصيا، لان مستحيل واحد يتصرف بهالكميه من الغثات، ومستحيل انت تكون غثيث لهالدرجه. ما ترغم تكون زنجي وتسوي هالسوالف. انت زنجي ما ترغم. الملح ما ترغم الزنوج. هاي مو عنصريه بس هذا واقع. الزنجي ما يقدر يتملح. يعني هو مشاهداته جدا عاليه، كلها مئات الف. هاي 200,000 400,000 200,000 200,000 200,000 900,000. وتخيل عنده بس 2000 متابع، ما حد يطيقه. يعني تخيل انت اكو مئات الاف شوفك وما حد يشترك عندك، لان هو الزنجي ويحب BTS. اوكي هسه انت مضبوط عندك دائما اللي يحبون BTS يكونون هيك اشكال. اوكي هذا يحب BTS منطقيا، بس هذا زنجي، والزنجي ما يرهم يسوي هالسوالف. واضحه، نقطه واضحه. ما تكون عنصري، لا اكون انسان منطقي عقلاني احلل. منو تحب من BTS وليش؟ منو احب من BTS؟ احب جونغكوك. وليش؟ لانه بايسي المفضل. اوكي صراحه ما فهمت شنو كلمة هو بايسي المفضل. ما اعرف جماعة الكيبوب كتبوا لي بالتعليقات هل بايسي هاي كلمة مثل جماعة الاوتاكو عندهم كلمات مختلين نفسي، عندهم كلمات خاصة بعالمهم. ما اعرف شنو بايسي. هو همات يمدح جونغكوك نفس ما كان يسوي نيمجكور بالضبط، بعدين تاب وقام يجيب ملايين المشاهدات وظل طاش ويقدر يسوي اعلانات ويجيب فلوس. فاعتقد هاي حركة مدروسة صحية وامريكية مخطط لها من هذا الشاب اللي اسمه ماثيو. بغض النظر عن ماكو واحد من الحلة اسمه ماثيو، اغلب التعليقات تقول هذا من الحلة. هو من الحلة زنجي ويحب BTS ويصرف هالتصرفات. تتجرأ وتسألني ليش؟ شلون تتجرأ؟ يعني مثل جونغكوك شلون ما ينحب؟ اعشق جونغكوك، اعشقه. حتى شكله ما يساعد لهالسوالف. كل امانه ما بهذا الفيديو حكون صريح. انا دائما كل فيديوهاتي احاول اراعي مشاعر وما اقول كلمه خاف. بعدين يقولوا علي يتنمر، ابو حسين يتنمر، ابو حسين يتنمر. بس يعني هو ما عنده المقومات انه يسوي هالسوالف. اوكي بكل امانه بكل صراحه. يعني ترى حتى نيمجا ما كان عنده المقومات. يعني حتى المثليين اللي عندنا او اللي يطشون عندنا ما عندهم مقومات المثليين، ما عندهم. وهذا يسوي نفسه يعلم بالغيب، يقول لي ترى ربك بعد ما راضي عليك من تبطل تتموع الله يرضى عليك. زين منو قال لك اني اتموع؟ تحكي على طبيعتي. واصلا يضحك بالموضوع هذا. كاتب كلمه يرضى غلط، كاتب يرضح الله راح يرضح علي. شابنا ماثيو قاعد يقول له انا ما اتموع، انا ما اتموع، ما اسمح لك تطيج التهام علي. هاي اسلوبي وحقيقتي، انا هيك على الحقيقه هيك احكي. طبعا الموضوع ما مقنع، ما اقتنعت، ماكو شيء قنعني، ما اقتنعت. اوكي فبعد ما تاب بدا ينزل فيديوهات على التوبه. احنا تبنا شلون نجيب مشاهدات اكثر. كنا قبل نسوي صفات مال واو، وهسه تبنا فيريد ايضا نجيب مشاهدات كنا نجيبها من نسوي محتوى مال قواوي. فايضا بالتوبه راح نسوي تصرفات مال قواوي. فهنا انا قاعد اسوي ليبستينك على نشيد اسلامي. والله ما اعرف ايش يسوي هذا، ايش يسوي. فانا اعتقد انه هو حينشال بعدين، راح يبقى يسوي محتوى هابط لحد ما تجي وزاره الداخليه تشيله محتوى هابط. بعدين يتوب يطلع ينشر محتوى زين، الناس تقول له فرحانين بتوبتك، يضحك عليهم، يجيب مشاهدات تنتهي. لانه واضحه دا يمثل. نيمجكور تحسه كان حقيقي بيس. نيمجكور ما كان يمثل، كان هذا شخصيته الحقيقيه. هذا تحسه اكثر متصنع للامان. واكو ناس تقول انه هو اخو لامار بالتعليقات. صراحه ما اعرف شنو علاقته هو ولامار، بس اكو اقدر القط اكو شيء مشترك بيناتهم بكل امانه. جماعه طلع الامام علي والامام الحسين كذب، ما ميتين، بعدهم عايشين. وهذاك الخبر كان مزيف وكذب مال موتهم. وشوفوا هاي اكبر دليل.
هسه أنا واقف يم الإمام الحسين والإمام العلي، شوفوا اثنيناتهم بعدهم عايشين، لا ميتين ولا شي، كله كذب. وانا حاول يسوي هالصفات حتى يسوي اثاره جدل والدنيا تنقلب، بس صراحه ما حدا عبره. يعني فيديوهات تجيب 200,000 مشاهده واقل من 1000 لايك، يعني ما حد مهتم له ابد. الظاهر الناس حرفيا ملوا من هالتصرفات الخاريه، والظاهر انه اهله او البيت اللي هو موجود به حاليا شيعه بحيث موجوده هالصور بالبيت. ها انصدمتوا صح؟ حقكم تنصدمون، لأنه اللي بجمالي من الطبيعي تنصدمون منه، طبعا تنصدمون، لأنه ماكو حد مثلي بالعراق كله وبوسامتي وبجمالي، فطبعا تنصدمون. سؤال واحد، هو من يحكي ليش يجي يحكي؟ هسه احنا نطلع الجلد ولا احد يقول لي انت قاعد تتنمر، ابشر انت تتنمر، انت تخرب المجتمع، ابشر لا تتنمر. هاي حركه متعمده، يعني لو انت من الله هيك تحكي ما عندي مشكله، بس هو قاعد يتميع بيه عباله بده يطلع كيوت. هو مو كيوت ابد. هذا فيديو جاب 900,000 مشاهده و3000 لايك، يعني تخيل انت شلون تقدر تعرف انت ايش قد غثيث من انت حرفيا عندك فيديو يوصل 900,000 مشاهده و3000 لايك، يعني ما حد طايقك الله، ما حد يغيدك، ما حد يغيدك حرفيا. ليش أنا شنو مثلا عراقي واشبه الكوريين؟ هو أنا أصلا كوري، شنو شلون صرت تشبه الكوريين؟ هاداده شنو شلون صرت تشبه الكوريين؟ هو أنا وينك كوري وزنجي. هاي شباب، هذا فيديونا اليوم. حطوا لايك، حطوا اشتراك. كان معكم علاوي ابو حسين، تابعني بالانستغرام، قناة التليجرام اذا تريد محتوى قناتك مال ميمز راح تلقى رياكشنات ميمز، كل شيء جو. مع السلامة.